جماعة، حد قال لكم ان الشيف التركي اللي قدامكم ده سرب لنا وصفة سرية لعمل البلح الشام، وكمان المكونات كلها سهلة وهتلاقيها عندك في البيت. اول حاجة هتجيب طاسة نبيتي تنزل فيها بكوبايتين مية، عليها نص معلقة ملح ومعلقتين سكر ومعلقتين زيت، وهتقلبهم كده حوالي مش اكتر. واول ما يبدأ يغلي معاك تنزل عليهم بكوباية ونص دقيق، وربع كوباية نشا، وتنزل عليهم بكيس فانيليا، وتفضل تقلب فيهم لحد ما العجينة تمسك معاك شوية. بعد كده تشيلها من على النار وتفضل تعجن فيها لحد ما تتلم معاك بالشكل ده. بعد كده تسيبها تهدى شوية وتنزل عليها ببيضة وتقلبها كده شوية. بعد كده تروح نازل ببيضة تاني وعليها شوية فانيليا، وهتفضل تعجن كده فيها شوية لحد ما تنعم معاك بالشكل ده وما تلزقش في ايدك. بعد كده تنزل بالعجينة على طول في الزيت على درجة حرارة متوسطة، تستخدم المقص زي ما انا بعمل كده. بعد كده هنحتاج كوباية سكر، عليها كوباية مية، ونقلبهم كده شوية لحد ما السكر يدوب. واول ما يبدأ يغلي معاك تنزل عليه بعصرة ليمونة، ونكمل تقليب تاني. بعد كده تشيله من على النار وتنزل عليه بكيس فانيليا، وتفضل تقلب فيه شوية كده. الشربات بتاعك بقى جاهز. بعد كده تطلعها وتنزلها في شربات على طول، وتسيبه فيه 3 دقايق. بعد كده تحطهم في اي طبق، وعاوز اقولك تحفة تحفة تحفة، اقسم بالله تستاهل تجربوها. بس كده ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان تجربها، واعمل لي فولو عشان تصدقني هتستفاد.